السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة طيبة. جمعة مباركة عليكم من داخل سوق السيدة عائشة، زي ما وعدتكم على المفاجأة الجميلة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة عن الحمام الباكستاني. بس قبل ما نتكلم عن اي معلومة، تعالوا نتعرف على الضيوف الباكستاني. اخويا عماد هيعرفنا بيهم. صباح الفل يا عمدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي عم محمد، نورتوني وشرفتوني. عرفنا بضيوفك. معانا الاستاذ خالد. حبيبي عم خالد. حبيبي عم خالد، صباح الفل يا حبيبي. حبيبي صباح الرضا. فرحة مريم التونسي. تونسي حبيبي، صباح الرضا على عيونك. ابو هاجر. حبيبي ابو نور هاجر. الدنيا ابو هاجر. حبيبي ابو هاجر. معانا الاستاذ محمد ابو مريم. حبيبي ابو مريم. عضو من اعضاء النادي المصري على مستوى الطيران في مصر. حبيبي. معانا عبده حسين. حبيبنا. نور الدنيا عبود. صباح الفل على عيونك. عم عبد المنعم حسين منعم. نور الدنيا. عم حسين شريف. صباح الفل. نور الدنيا حبيب قلبي ونورتوش. الاستاذ مصطفى عجمي. حبيبنا. معانا الباشمهندس محمود العطار، على دماغي. هاوي من حول مستوى الطيار في مصر. معانا استاذ سامي ابو جون. حبيبنا. شكرد الاستاذ خالد بن عفيف. طوفان مكه عميد جوال الوطن العربي. حبيبي. ومعانا طبعا المجموعه الاستاذ محمود بدوي هاوي. اخويا حبيبي صباح الرضا. الاستاذ رضا الخزاعي. ومعانا رجب خطاب. حبيبنا رجا. مطمن ان هو قريب باذن الله. يا رب يا رب يا رب. استاذ حبيبنا محمود نورتنا حبيبي. الله يخليك. حبيبي صباح الفل يا عم محمود، صباح الرضا على عيونك. طبعا حبيبي. اتفضل. احنا عايزين بقى نسمع ونستمتع بتقليب الباكستاني، لان في ناس كتيره جدا وانا واحد منهم كغاوي غزار كنت بقول عليه يا عم ايه يا عم وانا هغوي فرد حمام زي ده، انت بتتكلم بتقول ايه؟ اتضح ان فرد حمام الباكستاني ده بحر ومش اي حد يفهمه ولا اي حد يتعلمه. احنا عايزين بس مواصفات الحمامه من دي ومن دي ومن دي. يعني انا واحد اهو، انا مش غاوي باكستاني، انا شايف 3 حمامات شكل بعض، انا هقول عليهم نوع واحد وهم ما طلعوش نوع واحد. احنا عايزين نعرف بقى ايه الخلاف وايه ده نوعه ايه وده نوعه ايه وتقليبه ايه هو وايه المميزات بتاعته وعيوبه. بص، صلى على النبي. الف صلاه عليك. الحمام الباكستاني ده يعتبر حمام قديم فيه نسول كتيره قوي. تمام 200 وشويه نسل. النسل عباره عن في الحمام الباكستاني اللي هي زي سلاله. تمام. احنا مش هنتكلم بقى باللغات بتاعه الخليج علشان الناس حوالينا ايه كلام تفهم وتبقى جميل. الدنيا ايه، فهنستثنى بقى المصطلحات بتاعه الخليج وبتاعه الباكستاني ونتكلم بالايه بالمصري. في حوالي مثلا 200 وشويه 240 سلاله او حاجه زي كده. تمام. السلالات في الباكستاني بتتسمى يا اما باسم الراجل اللي عاملها يا اما باسم المنطقه اللي انشأت فيها السلاله. تمام. كل اللي يهم الهاوي المبتدئ حاجتين 2 بس في الحمام: المواصفات ولون العين. لون العين بيحدد الدم اللي داخله السلاله، لو احمر بيبقى كسوري، لو ابيض او رمادي لحد الاسود بدرجاته تمام بيبقى سيالكوتي. حلو. لو واخد اللون اللي هو النسل الثالث بيبقى زي الديدي، ده بيكون لونه ابيض زي الازاز. تمام. مع وجود بعض العلامات ده على العين نفسها. على العين نفسها. مع ممكن وجود توضحها بعض لي بس كده أيوة. بعد اذن حضرتك؟ مش عارف هي هتظهر ولا لا، بس هي تظهر في النور اكتر. تمام. لا باينه ما شاء الله. ما شاء تمام. الله. ما شاء الله. حلو. بتلاقي العين بيضة ماشي، وبتلاقي حواليها ذرات كده لونها احمر. ده التيدي، ده النسل الثالث. التيدي ده خرج من تزاوج الحمام السيالكوتي مع الكاسوسي. كده الامور ايه تمام واضحه. ماشي، مش هنخش في تفاصيل كتير. طيب تمام. نخش بقى للتقليد. اتفضل. فرد الحمام الباكستاني فرد حمام بيطير، فلازم يكون وزن الفرد الحمام يكون خفيف. اول حاجه تمسكها وزن فرد الحمام يكون خفيف. كل ما وزن فرد الحمام تقل كل ما بقى سيء. تمام. الريش بيكون عريض. الريش بيكون عريض. بيكون تمام. عريض. ريش فرد الحمام بيكون تمام. عريض. تمام. حلو. عظمة الصدر تكون واصلة لعظم الجور، الشوكتين اللي ورا. تمام. لو في مساحة المسموح بيها بتكون مساحة إراق عرض الصباع ما بين الشوكه وما بين الصدر. ما بين تمام. الشوكة وما بين الصدر. لو زادت بتكمل تكون عيب، بس بتكمل في التركيب. لما باجي اجوز القي الحمام بجيب فرد حمام صدره مقفول مع فرد حمام صدره مفتوح، فبحيث العيال تطلع في الايه في المعوي المستوى اللي انا عاوزه فعلا. عظمتين الشوكه اللي هم اللي ورا دول بيكونوا ضامين على بعض، لو فاتحين من بعض دي مشكله، ده عيب. تمام. يعني انا واحد من الناس لو الحمام فاتح زياده عن اللازم ما بجربوش، بستثناه.
طالما انا مش عارف اهاليه بستثنيه، ملوش تمام. اي 30 لازمه. ماشي. تمام. حلو. دي بالنسبه لبعض المواصفات. عندك الريش، الجناح في الحمام الباكستاني بيتقلب او بينقسم لحاجتين، الريش الخوارج ده والداخلي. الداخلي ده لازم يكون قافل. بص يا استاذ، اتفضل. الداخلي ده لازم يكون قافل من هنا على ظهر فرد الحمام. تمام. ده الباراشوت بتاعه، ده اللي بيخليه طاير في البند، يطير بال10 ساعات وبال12 ساعه وبال7 ساعات والكلام ده. لو الريش هنا في مسافه، الجناح ده مميز قوي على فكره، ما شاء الله، الله ربنا يبارك لصاحبه. لو الريش هنا في مسافه، زي بالظبط اما تكون جايب كيس وطاير في الهواء، الكيس ده لو مخرم بيقع طبعا. انما لو الكيس ده مقفول الهواء معبي، فرد الحمام اساسا طاير مش عامل مجهود. تمام. ده بالنسبه لبعض المواصفات. نيجي للعين. احنا بقى العين طبعا فيها كلام كتير وفيها اختلافات كتير، لكن في النهايه العين بتتحدد حسب نسل فرد الحمام. ده كراس، كلمه كراس يعني هجين، هجين ما بين سلاله باكستانيه وسلاله تانية ده باكستانيه. بيتعرف من العين. ده بيتعرف من العين. تمام. حلو. واحيانا بيبان من الطوب، بس كده من طوب فرد الحمام. تمام. حلو. عندك هنا العين دي مميزه قوي، احسن من التاني. هتبص هتلاقي البؤبؤ اللي هو النقطه السوداء، هتلاقي الرنج الداخلي اللي هو الحلقه الرفيعه قوي اللي عامله زي شعره الراس حوالين الرنج، هتلاقي مساحه بيضه، هتلاقي بعد المساحه البيضه مساحه حمراء، وهتلاقي خط تاني لونه اسود، خط رفيع خارجي خالص اهو خارج العين. تمام. دول بيسموهم 5 عضلات. ال5 عضلات دول طالما موجودين في عين فرد الحمام الموضوع كده منتهي كده. دي العين. حلو. يعني اللي يهمك قوي في العين اكتر من كده بقى تبقى تفاصيل احنا عشان وقت الفيديو بس. لا براحتك، خد تمام. راحتك. طيب نيجي لحاجه تانية في تأليف فرد الحمام. ظهر فرد الحمام. فرد الحمام بيطير بظهره مش بجناحه. بظهره. بظهره بمعنى وضح لنا بقى. فرد الحمام ده بيدخل بند. يعني ايه بيدخل بند؟ يعني بيختفي في السحاب فوق طيارات الهواء شديده. دفة فرد الحمام ديله، دفة فرد الحمام ديله لو الظهر ده ضعيف طيارات الهواء رمت فرد الحمام بعيد ضاع منه. لو الظهر ده جامد اقل شويه هوا هيجوا فرد الحمام هيظبط ديله وهيعرف يعافر. فده المثال اللي انا بقول لك فرد الحمام بيطير بظهره مش بديله. يجي واحد يسمع يقول لك ايه، لا يقول لك ازاي ده فرد الحمام بيطير بجناحه وعضلات صدره. لا انا وضحت لك الموضوع من الاخر. ده فرد بتاع بند، بمعنى انه بيطلع بيختفي في السحاب فوق. فلو ظهر فرد الحمام ضعيف اقل شويه هوا في الشتاء او في الصيف او في وقت في موسم رياح ضيعوا فرد الحمام، ذهب مع الريح. تيجي انت مطير 20 فرد نزل منهم 3 نزل منهم 5، انت ورزقك ونصيبك. ليه؟ لان ظهر فرد الحمام ضعيف. طب اعرف منين ان فوق ظهر فرد الحمام جامد؟ اول ما بعمل فرد الحمام كده بيروح رافع ديله لفوق، عضله الظهر عنده جامده. هو اللي بيرفعها ولا انت؟ لا هو اللي بيرفعها يا هو باشا. اللي بيرفع يعني. انتوا هو واخدين بص، بالكم يا جماعه؟ بص هو اللي بيرفعها. بص يا أيوة. باشا. ان شاء الله. بص ظهر فرد الحمام جامد، ده كده ناخده. ده تاخده وانت مطمن. تمام. طيب في فرد حمام باكستاني في كل المواصفات ده انا جبته من السوق. ممكن ما يطيرش، ممكن ما يطيرش. يا ده ليه سبب ولا؟ ليه سبب حسب دم فرد الحمام. دم فرد الحمام. زي الزاجل بالظبط. هل البطل في الزاجل لو جوزته بطل ابنهم بيطلع بطل؟ مش شرط طبعا. تمام. مظبوط. تمام. ده ممكن فرد حمام يكون واخد الشكل والمواصفات والليله كلها، لكن هو اساسا هو ملعوب فيه، مشغول يعني زي ما بيقولوا في الخليج. تمام. الدماء نفسها بتاعت فرد الحمام. فعشان كده الانسب انك تجيب فرد حمام من حد موثوق منه، راجل مصدر راجل موثوق منه. سابق، بالظبط. راجل مش اي باكستاني اشوفه واجيبه، لا لا، لازم لا. يكون مصدر موثوق منه. تمام. تمام. نيجي بقى لبقيه الجناح. عندك عظمه الكتف من هنا تكون قصيره ما تكونش طويله. عظمة الكتف من عظمه تحت الكتف صباعه من تحت صباعي هنا تكون قصيره ما تكونش طويله. تمام. المفصل بتاع الكتف ده يكون صغير ما يكونش تخين. تمام. المفصل بتاع الكتف من هنا يكون صغير تمام. ما يكونش تخين ومكلكع طب كده. في اسباب يعني لو تخين او طويل ولا؟ لا طبعا. صلى على النبي. الفرد ده بيطير بمجهوده. كل ما العظمه دي هتطول كل ما هتاخد مجهود اطول، كل ما هتاخد مجهود اكتر. العظمه دي كل ما تقصر كل ما فرد الحمام ضربه فرد الحمام ما تستهلكش طاقه كتير. نفس النظام الريشه الرفيعه هتخلي الهواء يبقى فيه فراغات بين الهواء وبعضيها. فرد الحمام يجي يضرب
تمام، ايوه هيستهلك مش عدد هيلاقي ضربات حاجه اسرع. صداده ليه. تمام. ده بالنسبه لتقليد فرد الحمام الباكستاني، الحاجات اللي تخص اي واحد مبتدئ. العين 5 عضلات، ما تهتمش بلون العين، كل اللي يهمك في لون العين هيوضح لك هل ده كسوري ولا سيالكوتي. ما تتدخلش في اي حاجه تانية تصعب عليك الامور في الاول. بالظبط، لان هو فصيل هم صعب عينتين، يعني. سيالكوتي وكسوري. الكسوري عينه حمراء، السيالكوتي عينه من الرمادي حلو لحد الاسود بدرجات. تمام. طيب نيجي بقى للمتكامل. التيدي ده بقى الدم الثالث اللي قلنا عليه، ده اللي هو فرد إيه؟ حمام. تيدي تمام. ده فرد حمام يعتبر الوحيد المتكامل في قلب الحمام الباكستاني. ان شاء الله. كل الحمام الباكستاني انت بتحاول تهجم من السلالات اللي في بعضيها علشان تطلع حاجه بقوه ده. تمام. التيدي ده بقى يعني لو اقول لك لو الناس بتقول فيه اشعار يعني الموضوع ان شاء الله. تمام. كل الحمام يطير بكراس الا ده يطير لوحده. ده ما يعني يطيرش كل مع حد. الحمام ده يطير متهجن، ده متهجن، ده متهجن، اي حمام بيطير متهجن. تمام، عشان تجمع بين قوه الطيران والرجوع. ده الوحيد اللي بيطير لوحده. ده ممكن تطير حتى لو وتكسب. معاه فصيل بنفس الفصيل برضه معاه بيطير لوحده. باكستاني ده يطير ويكسب. ده نار. ده كلمه نار دي شويه. ان شاء الله. عيبه ضيعوا كتير. ضيعوا كتير. ضيعوا كتير. طب ده من نصيحته ولا ده من واخد الدنيا بصدره. عافيجي. عافية، واخد الدنيا بصدره. حضرتك لو مسكت امسك هنا كده، شوف المفصل صغير. ايوه دي حقيقة. صغير. بص هنا، حط ايدك هنا كده، عظمة ايوه صغيرة فيها. تمام. دي مشكلته الوحيدة ان هو واخد الدنيا بصدره. يعني ده ممكن نقول او اقوى الباكستانيات مثلا ده يعني. اقواهم. ان شاء الله. انا بنسميه كواحد باكستاني، بنسمي التيدي دوت هو راس الهرم، وتيجي القاعده من تحت الجولدن او السلكوتي او الكمانجر، هو راس الهرم. ترمي عليه اي حاجه. يعني تاخد من الكمانجر ترمي عليه، تاخد من الكسوري ترمي عليه، وتطلع الهجين بتاعك حسب ما انت دماغك راح تطلعه. ده راس الهرم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. لو في اي سؤال تاني يبقى معاك. انا عايزك تخلص كل حاجه في الباكستان. عايز الناس النهارده انا افرجهم على الفيديو ده يغوا باكستانيين. عايز اشيل عنهم فكره ان ده حمامه. لا انا الحمامه دي صعبه قوي على اي حد. ايوه صعبه بامانه بقى. بصوا يا جماعه، الباكستاني ليه نمط كده في باكستان، عرف. ماشي. الموضوع ما ينفعش ان انت تبقى لوحدك، بيبقى فوقيك استاذ. الاستاذ بيعلمك. تمام. بيعرفك ازاي تثبت الحمامه دي. مشكلتها ان هي ليها معامله خاصه. تمام. الحمامه ده يا جماعه مش حمام التحضير. فاكره ان الناس واخداها حمام التحضير. دي حقيقه. الحمامه دي مش حمام التحضير، بالعكس حمامه قويه جدا للي يفهمها. ماشي. بيكون ليك استاذ بيعلمك. حلو. اول واعلى درجه في الحمام الباكستاني ومعترف بها دوليا على مستوى باكستان ودول الخليج درجه بروفيسور. دي درجه معترف بيها. تمام. يعني يقول لك البروفيسور فلان، كل الوسط معترف بالبروفيسور انه الراجل ده راجل بروفيسور. بعديه الاستاذ، بعد الاستاذ شكرد اللي هي تلميذ بالعربي. بعد الشكرد هاوي، وده شخص ما بيحكموش قوانين. الثلاثه التانيين دول اللي هو الاستاذ والبروفيسور والشكار، دول بيحكمهم قوانين زي القبيله كده. انا استاذي اللي لما يجي يقول لي كلمه انا ما اقدرش اتنيها. انا راجل بحترم استاذي حتى لو في باكستان. لو استاذه قال له كلمه في السعوديه، تمام، وهو جه بلغهاني، انا لازم انفذ القرار. موضوع جيش. ما فيهوش احترام للكبير. طبعا. مفيش حاجه اسمها الكلام ده كله. تمام. فده بالنسبه لوسط الحمام الباكستاني، ليه معامله خاصه. هتتعلمها لوحدك، مش هتتعلمها لوحدك. لازم تمارس مع حد لازم تمارس فاهم مع حد يعلمك ازاي تاكل. الفرد ده ما بيطيرش 7 ساعات و10 ساعات بالذره العويجه. ليه نظام غذائي معين. ليه غذاء معين يعني. ما هو انت عشان يديك الطاقه. ما بيطيرش 7 ساعات و8 ساعات بالذره العويجه والذره الصفراء والكلام ده، لا. ليه نظام غذائي معين. تمام. حلو.
سباقاته. طب هل ده في وقت السبق بس ولا هو الغذاء بتاعه هو كله؟ الغذاء بتاعه لو انت راجل هتخش سباقات بيستحسن ان انت بتيجي قبل السباق، مثلا لو حالتك الماديه تعبانه زينا زي بقيه المصريين، بتيجي قبل السباق مثلا بشهر شهر ونص كده وتبتدي تقلب النظام الغذائي بتاعه. بعد كده بتفضل تستمر ايه على الاكل العادي، الذره العويجه والذره الصفراء والكلام ده الطبيعي بتاعنا. في باكستان وفي الخليج لا مفيش الكلام ده، من ساعه ما الفرد بيطلع يطير بيقلبوا نظامه الغذائي نهائي. طبعا امكانيات. تمام. دي حاجه. فانت دلوقتي بتتكلم عن طير، ده اغلب المصريين مش فاهمينه للاسف. دي حقيقة. انا مش عايز اخد الفيديو كله لا لحسابي. اتفضل، لا كله يشارك، كله يشارك ويقول معلوماته. تعالى يا مدير، يا مدير كده. يا حبيبي يلا والله ما لا مش عايز اخد. طب اتكلمنا بقى في حته ان انت كنت بتكلمني دلوقتي في تدبيس وخياطه. احنا عايزك تشرح لي الموضوع ده بالظبط، يعني ازاي اخيط فرد حمام ازاي انا وادبسه. عايزك تفهمنا الموضوع ده وايه السبب.